السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام هيفيد كل مربين الحمام جدا جدا إن شاء الله. خليكم معنا لحد آخر الفيديو علشان تستفادوا. الفيديو النهاردة هيفيد المبتدئين أكتر من الغواة طبعا، لأن الغواة عارفين هما بيعملوا إيه، لكن المبتدئين طبعا عايزين يعرفوا وعايزين يتعلموا. فطبعا الفيديو للمبتدئين علشان يتعلموا. لو حد حابب يكمل الفيديو ويستفاد اهلا وسهلا. لو حد حابب يشوف الفيديو لحد هنا اهلا وسهلا برضو، لان في ناس بتحب تشوف بداية الفيديو كده بيتكلم عن ايه وتمشي. اي حد يتفرج على الفيديو اهلا وسهلا بيه ومرحبا بيه في قناتنا. انتوا عيلتنا التانية والقناة هتكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله. فلو عجبكم المحتوى ان شاء الله حطوا لايك واضغطوا على زر الاشتراك علشان تستفادوا من محتوى القناة، والقناة لما تكبر ان شاء الله تكون ليكوا طبعا وهتستفادوا من المحتوى، لان انا كل ما اتشجع كل ما هقدم فيديوهات وهقدم لكم اسرار المربيين واحنا بنعمل ايه مع الحمام عندنا وازاي بنزود الانتاج. طبعا الفيديو النهاردة ان عايزين نتكلم فيه عن زيادة الانتاج، ازاي نزود الانتاج عندنا في المكان، سواء انواع رخيصة او انواع غالية. طبعا الكلفة الايام ديت سعرها مبالغ فيها جدا جدا، وكلنا بنشتكي من الغلاء بتاع الكلفة. تمام. فعلشان نزود الانتاج عندنا ويكون عندنا انواع كويسة نصرف على المكان منها، لازم تتبعوا اللي انا هقول لكم عليه في الفيديو ان شاء الله، وتشوفوا انا بعمل ايه علشان ازود من انتاجي. بحاجات بسيطة جدا جدا هنبتدي ان احنا يكون عندنا حمام حضان في المكان، وهنبتدي ان احنا نجيب انواع مثلا كويسة ما تقلش عن 250 350 جنيه. كل انسان ومقدرته، كل انسان على حسب ما يقدر يجيب. الانواع اللي هنجيبها ما تقلش عن 250 350، بحيث ان انتوا لما تيجوا تبيعوا يكون حمام ذو قيمة، يعني حمامة غالية شوية او سعرها متوسط تجيب فلوس، بحيث لما نبيعها نصرف على المكان ونجيب الكلفة بتاعة الحمام. انتوا مثلا سواء بتربوا للاكل، عايزين الحمام يكتر للاكل مثلا، او بتربوا كغية، فلازم يكون عندكم حمام غالي علشان يصرف على المكان. تمام. لو بتاخدوا منها زغاليل وبتبيعوا برضو لازم يكون عندكم مجموعة حمام كده كويسة تصرف على المكان، بحيث ان انتوا مثلا عايزين تربوا الاكل ليكوا، عايزين الحمام اللي بيطلع دوت تاكلوه انتوا مثلا. الحمام الغالي اللي انتوا هتفرخوه او يطلع عندكم تبتدوا ان انتوا تبيعوه وتجيبوا اكل، بحيث ان انتوا تاكلوا الحمام وتصرفوا عليه يعني منه فيه، بحيث ان هو ما يكلفكمش كتير، وان انتوا تعرفوا تواصلوا تربية الحمام، لان طبعا في ناس كتيرة بتصفي حمام بسبب الموضوع ده، بسبب غلاء الكلفة. فانا هوريكم انا بعمل ايه مع الحمام، حاجات بسيطة جدا جدا علشان اكتر من الانواع اللي ليها قيمة شوية. بالنسبة للزواجل والكريزلات والحاجات دي بنستخدمها كتحضين او بناكل منها. ماشي ماشي يا جماعة. والانواع التانية بنبتدي اللي هي زي الزينة بنبتدي ان احنا نبيع منها. تمام. افضل حمام لقيته بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هو الحمام الباكستاني اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده افضل حمام حضان اللهم بارك. واللي عايز منه يا جماعة يتواصل معانا، انا هحط لكم الرقم على القناة، اللي عايز منه يتواصل معانا وهنجيب لكم ان شاء الله. واي نوع انتوا عايزينه سواء رخيص او غالي هنكتب لكم الرقم علشان تتواصلوا. واللي عايز اي حاجة يقول لنا في التعليقات، والحاجة ان شاء الله توصل لكم لحد باب البيت. تمام. الحمام الباكستاني دلوقتي هو باض، فانا هبتدي اخد البيض بتاعه. وطبعا عارفين ان ده اللي تحت ده قواطع اللي هو الكشك. الكشك ده بيبقى بقه صغير كده، يعني بقه قاطع ملوش بق، فمش بيأكل الزغاليل بتاعته كويس، مش بيفرخها كويس. هنبتدي ان احنا ناخد البيض بتاعه. تمام. وهنحطه تحت الباكستاني. هناخد البيض بتاع الحمام الكشك اللي انتوا شايفينه ده، شايفين البق بتاعه صغير ازاي اللهم بارك. هنبتدي ان احنا ناخده ونحطه تحت الحمام الباكستاني. طبعا انا غير الطاجن ده وكان بقاله شوية عندهم بضوا فيه،
وبعدين هناخد البيض نحطه عند الحمام الباكستاني اهو كده. حطينا البيض بتاع خدنا البيض بتاع الحمام الباكستاني، وهنبتدي ان احنا نحطه تحت الحمام الكشك. انا حاطاه بس كحفظ يعني، لان هم رقدوا عليه. في عندنا بقى جوز في الاوضه بايض، هاخد البيض بتاعه وهحطه تحت الجوز اللي بايض التاني دوت، وهنعمل زي تبديل. هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه، خليكم معايا لحد اخر الفيديو. دلوقتي انا خدت البيض اهو بتاع الحمام الكشك، هحطه في الطاجن للحمام الباكستاني. زي ما انتم شايفين البيض صغير اهو بتاع الحمام الكشك، وهيحضنه عادي مفيش اي مشكله. هو حمام حنين جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. قولوا اللهم بارك يا جماعه. حمامه يعني بسم الله ما شاء الله. هنسيب لها البيض دلوقتي، هنلاقيها رقدت عليه اهي زي ما انتم شايفين. والبيض بقى اللي احنا حطيناه تحت ده حطيته كده يعني علشان هاخده من تحتيها برضو، وهحطه فين؟ هحطه عند جوز يمني. خليكم معايا وهتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. شلت البيض بتاع الحمام الباكستاني وهحطه عند جوز يمني او رقد عليه بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. ده البيض بتاع الحمام الباكستاني، حطيته مؤقتا كده. هما بايضين في نفس اليوم، لازم يكونوا بايضين في نفس اليوم، او فرق بينهم يوم واحد مفيش مشاكل. لو يوم واحد مفيش اي مشكلة. تمام. هبتدي بقى ان انا اخد البيض من عندها واوديه عند الجوز اليمني. طبعا الحمام اليمني برضو من اكتر الحاجات الحنينة جدا جدا على البيض. ده جوز جنبيه بيض بيضة برضو هنحضنها برضو في المكان اهو. جوز كشك تاني اللهم بارك. هبتدي بقى ان انا اخد البيض بتاعه، البيض بتاع الحمام الكشك الحمام الباكستاني عفوا، وهحضنه تحت الحمام اليمني. فهمتوا انا عملت ايه يا جماعة؟ خدت البيض بتاع الحمام الكشك وحطيته تحت الباكستاني، وبيض الحمام الباكستاني هحطه تحت الحمام اليمني زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يا جماعة مش هنرمي البيض بتاع الحمام اليمني. خدنا البيض بتاع الحمام اليمني وحضناه تحت الجوز الكريمي ده، بسم الله ما شاء الله، حنين جدا وبيأكل كويس جدا جدا اللهم بارك. فحضناه تحتيه وكده احنا ضربنا 3 عصفورات بحجر وما خسرناش حاجة. خدنا بيض الحمام الكشك حضناه تحت الحمام الباكستاني، وبيض الحمام الباكستاني طبعا ما رميناهوش، خدناه وحطيناه تحت الحمام اليمني لانه حنين جدا. وخدنا بيض الحمام اليمني ما رميناهوش، خدناه وحطيناه تحت الجوز الكريمي اللي حضراتكم شفتوه من شويه، بسم الله ما شاء الله. كده ما خسرناش اي حاجه، وهنبتدي ان احنا نكتر الحمام عندنا في المكان والانتاج يزيد. وطبعا اجواز الحمام اللي هي ليها قيمه وبتتباع بفلوس هتبتدي ان هي تكتر عندنا في المكان، وان احنا ما نخسرش. تمام. لان الحمام الرخيص طبعا مش هيصرف عندكم على المكان ولا هيكفي الكلفة للحمام كله اللي عندكم. تمام. سوف احنا كده سوا بنربي للاكل او بنربي كغية، لازم يكون عندنا اجواز سعرها في المتوسط تبدأ من 250 300 350 400، بحيث ان احنا لما نبيع نصرف على الحمام ونكفيه كلفة. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم لازم الحمام كله اللي احنا نحضن تحتيه يكون بايض في نفس الميعاد، علشان ناخد البيض من هنا نحطه هنا، ما يكونش فيه فرق كتير في الموعد اللي هم بايضين فيه، بحيث ان الحمام ما يقلقش لو عدى الميعاد بتاع خروج البيض ويقوم ويسيب البيض والبيض يفسد. تمام يا جماعة.
فلازم ان عشان نعمل الخطوة دي لازم الحمام يكون كله بايض في ميعاد واحد، الحمام اللي احنا هنحضن تحتيه يعني. وربنا يكرمكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ونسألكم الدعاء، نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.